السلام عليكم، انا ايمي الشريف. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع بعض النهارده هنعمل طاجن مكرونه بالصدق وبسطرمه بطريقه سهله ولذيذه وناجحه جدا باذن الله. بس قبل ما نبدا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب ايمي الشريف، واهم حاجه تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. مبدئيا انا سلقت حوالي نص كيلو مكرونه قلم، وطبعا ممكن تعمليها باي نوع مكرونه انت حباه. بعد كده رحت على البوتاجاز وحطيت معلقتين زيت وعليهم معلقه توم. التوم بيفرق جدا طعمه في الوصفه دي. وبديله تقليبه بحيث ان هو يوصل لبدايه اللون الذهبي، يعني ما يغيرش لونه عشان ما يغيرش طعم الوصفه. طبعا الوصفه دي من الوصفات اللي بفضل ان انا اعملها بالزيت، مش بزبده او بسمنه او باي حاجه تانية. انسب حاجه ليها الزيت. بيطلعها احسن حاجه يعني. بدي بقى تقليبه للثوم، انا مستنيه درجه حراره الطاسه بس ترتفع شويه. وبعد كده بنزل بقى بمعلقه صلصه. ده بيوريه صلصه جاهز، يعني مش طماطم انا عاملاها، لا ده جاهزه. باخد حوالي معلقه كبيره كده، لان انا مش حابه ان المكرونه تطلع لونها حمرا جامد، يعني انا عايزاها متوسطه. وبديها بقى معلقتين ميه او ربع كوبايه ميه كده بحيث ان تاخد القوام اللي انا عايزاه. طبعا انا برضو مش عايزاها تتسبك خالص، انا عايزاها يبقى فيها كميه سوائل شويه، لان انا لسه هدخل الطاجن الفرن، فعشان ما ينشفش مني. الملاحظات الصغيره دي بتفرق جدا في النتيجه النهائيه للوصفه. بدي بقى تقليبه كده بحيث كل الصلصه اللي هي مركزه دي تختلط مع الميه بحيث تديني قوام متوسط كده. وفي المرحله دي بقى ممكن انزل بالتوابل بتاعتي. طبعا انا هحط اقل نوع من التوابل، هحط ملح وفلفل بس. طبعا انت ممكن تحطي بصل باودر، توم باودر، بابريكا، شطه، اي حاجه انت حابه تحطيها، بس انا هكتفي بالملح والفلفل. الفلفل انا بحب احط كميه كبيره كده شويه، والملح. طبعا كده الكميه ديت للوصفه كلها. وبديها تقليبه حلوه بالشكل ده بحيث المكونات كلها تختلط مع بعض. الخطوه اللي جايه بقى، يا اما بنزل اللي هي مكونات البيتزا اللي انا هحطها، او البسطرمه والصدوق والحاجات اللي انا عايزه احطها، يا اما بكتفي ان الصلصه وانزل بالمكرونه وبعد كده احط المكونات على الوش. يعني قدامك الاختيارين والاتنين بيدوكي نفس النتيجه تقريبا. انا بقى بس مستنيه ان هي تبدا تغلي، درجه الحراره ترتفع بتاعه الطاسه تاني مره تانية بالشكل ده. بديها تقليبه كده. خلاص هي وصلت كده للقوام اللي انا عايزاه، انا مش عايزاها تتسبك خالص. هبدأ انزل بقى بالحاجات اللي عندي، طبعا كل اللي جاي بقى ده اختياري. يعني انا اول حاجة هنزل، انا عندي حبة لحمة مفرومة معصجين بالشكل ده. طبعا لو اي حاجة من الحاجات دي انت عايزة تستبعديها مفيش مشكلة. وكل حاجة بنزلها بديها تقليبة مع الصلصة بحيث ان انا اضمن ان قوام الصلصة يفضل زي ما قلت لكم مش متسبكة قوي، ويبقى عندي يعني شوية سوائل كده اللي هتتقلب فيهم المكرونة بعد كده. بحط اللحمه المفرومه، طبعا دي طبعا بقى المرحله الجايه بحط اي حاجه هحطها تكون مستويه، على اساس ان انا مش عايزه اي حاجه تبقى مش يعني مجرد دخول الوصفه الفرن ده لمجرد ان هي تتشمع بس. برضو عندي صدوق برضو مستوي بالشكل ده. ممكن بقى بسطرمه، ممكن اي حاجه عندك متاحه في المرحله دي هتبقى لطيفه وبتدي طعوم مختلفه كده جوه الوصفه. هنزل بقى المكرونة دي 3/4 تسوية، يعني او 80% كده من التسوية، بحيث ان انا سايبه لها كده سنة جوه الفرن. بدي تقليبة كده. في المرحلة دي بقى بطفي النار خلاص، انا مش حابة ان المكرونة تنشف جوه الصوص الطماطم اللي انا عاملاه بالشكل ده. قلبت بقى كويس بحيث ان الصلصة تختلط بكل المكرونة بالشكل ده. زي ما قلت لكم ده حوالي نص كيلو مكرونه، طبعا الكميه حسب ما انت حابه. وبجيب بقى الطاجن بتاعي وهبدا ارص فيه المكونات اللي انا عملتها، واحط على الوش برضو الحاجات اللي انا حابه ان انا اكمل بيها الوصفه بتاعتي. بحط معلقه زيت في الطاجن وبعملها بالفرشه كده عشان اضمن ان كل حواف الطاجن اتغطت بالزيت عشان مفيش حاجه تلزق. وبنزل بقى بكل المكرونه بالمكونات اللي احنا حطيناها فيها. طبعا انا ممكن لحد كده واكتفي خلاص وادخلها تتشمع واطلعها، لكن انا حابه ان انا ازود شويه حاجات برضو اضافات كده من عندي من فوق. وزي ما قلت لكم كلها اختياري، المتاح عندك بصراحه. انا بفتح التلاجة كده واخد الحاجات المتاحه عندي او المتوفره عندي. هبدا بقى احط فلفل اخضر، ممكن يبقى بارد وحامي، ممكن يبقى فلفل الوان كمان بيبقى جميل جدا مع الوصفه دي بالشكل ده.
طبعا ببقى مقطعاه رفيع بحيث ان هو يدوب الوصفة تتشمع يكون هو دبل. برضو مش بحبه ان هو يدبل خالص، يعني بحب ان هو يفضل فيه قرشة كده ويبقى محتفظ بلونه. عندي الزيتون حلقات بالشكل ده. طبعا الزيتون لازم اعدي عليه بالسكينة الاول برضو عشان اطمن ما يكونش فيه بذر منسي من جواه كده ويعمل مشكلة. بحط بسطرمة زي ما قلت لكم، كل ده اختياري، لو في حاجه مش حباها ممكن تستبعديها. وبنزل بعد كده بجبنه موتزاريلا، وممكن برضو يبقى مشكل اجبان، جبنه شيدر، موتزاريلا، جبنه تركي، المتاح عندك. طبعا الجبنه الموتزاريلا انا حاطاها في الفريزر فبنزلها كده، بضغط عليها عشان تبدا آه، تتوزع كويس بالشكل ده كده. وممكن احط بقى فلفل اسمر على الوش مره تانية كده، رشه خفيفه. والفرن انا بتاعي سخن على 170 180. الوصفه بتاعتي مش محتاجه تستوي خالص، فبحطها على الرف اللي من فوق حوالي 10 دقايق، او اشغل عليها الشوايه. مجرد ما الجبنه تسيح وتبدا تاخد لون ذهبي حلو كده، بطلعها من الفرن وخلاص تبقى استوت بالطريقه دي. انا ممكن استبعد الخطوه بتاعه المكونات اللي انا حاططها على الوش، واكتفي ان يبقى الوصفه لحد الشكل اللي انا خلصته في الطاسه ده، وابدا اقدمها خلاص وتبقى الوصفه كامله. بس انا عشان اضفت بس الجبنه موتزاريلا فلازم تدخل الفرن تتشمع، واوريكم بقى النتيجه النهائيه بتاعتها بعد ما تستوي. طبعا زي ما اتفقنا بتخش على فرن 170 180 لمده 10 دقايق على الرف اللي من فوق. بصوا بقى شكلها، يعني الوش بقى حاجة تانية خالص، كأن وصفة مختلفة. ده غير بقى طبعا المكونات اللي احنا حاطينها في الطاجن من تحت. اظن وصفة سهلة جدا، ما خدتش وقت ولا مجهود، وفيها كل المكونات. ممكن تستبعدي لو في حاجة مش عاجباكي، ممكن تحطي اضافات تانية زي ما انت عايزة. بصوا كل قطعة الواحد بياخدها بقى يعني روعة، وطعمه مختلف. بصوا فلفل اخضر والصدوق واللحمه المفرومه طبعا مديه طعم حلو، والثوم اللي حطيناه في الاول، كلها مكونات احلى من بعضها. اظن وصفه سهله قوي، يا ريت تجربوها وتقولي رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.